اولا خصكم تعرفوا واحد الحاجه. دابا حنايا دوله تابعه متخلفه، عندها واحد المديونيه مركعاها. المغرب فقد سيادته الماليه وفقد حتى سيادته واستقلال قراره. هادشي اللي كيجرى في المغرب مملى علينا من الخارج. خصنا نعرفوا بانه الحكومات اللي كاينه خصوصا في الدول الناميه خصها تكون حكومات قويه ديال كفاءات حقيقيه وحكومات قادره على المقاومه. هذا زمان المقاومه. علاش؟ لان الضغوطات ديال المؤسسات الماليه كبيره علينا، مركعينا بالمديونيه، مركعينا بالخوصصه. اليوم صندوق النقد الدولي كيقول بان المغرب خصو يخوصص جميع المؤسسات والمقاولات العموميه الكبرى، وهاد الناس غاديين في هادشي. وكيقول بان خاص تفكيك ديال التعليم والصحه، وهاد الناس غاديين في هادشي. وكيقول خاص تفكيك ديال الماء والكهرباء، وهاد الناس غاديين في هادشي. اذا المغرب تباع، باعوا المغرب، يعطيوك الارض غير فلاحيه ودير فيها نشاط حتى يكون ماشي فلاحي، ولا فشلتي بعد عام كتولي الارض ديالك. المغرب راه تقريبا كاين الناس كيتكلموا على 80%